في ايه؟ في ايه يا مغاربه؟ في ايه يا مغاربه؟ في ايه بجد؟ بالراحه شويه يا مغاربه على القاره. حكيمان رحيمان حكيمان رحيمان حكيمان. واش الدراري بخير؟ كلشي مزيان؟ المهم بغيت نقول لكم مبروك علينا الثالثه، واخا ما وفي نفس الوقت 98 واحد اللي ما مابونيش تابوناو الخوت، ابونا ما تنساوش اللايك سبسكرايب شي كومونتير يكون زوين، وغادي نمشيو كاملين باش نشوفوا لي رياكسيون ديال المصريين وديال المشاهير تيك توك. اوعى اسمع حد يقول ان احنا خسرنا. احنا ما خسرناش، لا احنا ما خسرناش، احنا اتفشخنا. اقسم بالله اتفشخنا. العيال مسكونا فشخوا لاعيبتنا حرفيا، اقسم بالله مسحوا بكرامتهم النجيله. مش صعبان عليا غير حمزه علاء وحياة يا جماعه. كل لما اعمل ريفريش الاقي المغرب جاب جون. في ايه والله؟ كبرتوا الموضوع وعماله اقول لكم اشقاء وما اشقاء وبتاع كده. حد يعمل كده في شقه يا جماعه؟ احنا ما خسرناش، لا احنا اتهنا حرفيا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، منظومه من اولها لاخرها. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم من اكبر واحد لاصغر واحد. عاجبكم الفضيحه اللي احنا فيها دي؟ يلا ربنا ينتقم منكم واحد واحد. شو هيدا منتخب مغربي يا رسول؟ شو هيدا منتخب مغربي يا رسول؟ خلاص انهي المباراة. صفر يا حكم. 2-0 بديتين، 2-0 بديتين ورا بعض. المنتخب المغربي حسم الاولمبياد بهيدي الميدالية. خد كرة ذهبية يا رسول، خد كرة ذهبية يا رسول. هداف البطولة 8 أهداف ليصبح أول لاعب بتاريخ كرة القدم بيسجل بكل المباريات اللي لعبت بالأولمبياد. هيدا رحيمي ما بيرحم يا رسول، هيدا رحيمي خلص سموه أولمبياد رحيمي، أولمبياد رحيمي. هيدا الرجل لا يرحم. جيبوه يا تشيلسي يا أخي، هاتونا يا أخي على تشيلسي. أهل المغرب، هيدا اللاعب حرام ما يكون لاعب بأوروبا مع فريق كبير مثل تشيلسي. هاتوه على تشيلسي يا أخي. Toc toc toc, c'est qui? C'est le Maroc. Grosse victoire du Maroc. 6-0 contre l'Égypte. Quel match incroyable. J'ai les larmes aux yeux. J'ai crié pendant tout le match. On a eu l'efficacité qui nous a manqué, mais c'est pas grave, c'est passé. Alhamdulillah, on a gagné. C'est le plus important, faut retenir cette victoire. C'est vrai que c'était dur de sortir en demi-finale, mais on a gagné. Dima Maghreb, car je suis trop content. 6-0, vous vous rendez compte? 6-0, on décroche une deuxième médaille. On décroche une deuxième médaille dans ces Jeux Olympiques. Un médaille de bronze, hier avec Soufiane El Bakkali, qui nous a décroché la médaille d'or. Aujourd'hui, c'est la médaille de bronze, oui. C'était en plus un gros match, hein. Et le dernier coup franc en plus de Hakimi, incroyable. Tous les buts étaient beaux. Et Zazouli aussi, son but était magnifique. Tout le monde a participé à la fête. C'était incroyable. Ça promet pour la future génération. Les gars, magnifique. Merci. On dit mal parler. ستة بصمة عار في تاريخك. بتلعب المغرب على ميدالية وبتعمل الأداء المقرف ده. كمية لعيبة علوق، كمية لعيبة بتعرفش تلعب كورة. النهاردة اكتشفت إن المدرب هو اللي وصلك للمرحلة دي. مدرب بأقل مش أقل إمكانيات، ده أقرف الإمكانيات قدر إنه يوصلك للمرحلة دي، فيشكر. مين محمد طارق ده؟ ده مدافع يلعب في منتخب مصر. ده واحد ازاي عدى من ناشئين الزمالك، من اختبارات ناشئين الزمالك. ما كلنا عارفين بتمشي ازاي، كلنا عارفين ان اختبارات الناشئين بتمشي ازاي، سواء اهلي او زمالك. بيخش لابس الكاب، يقعد تحت الشمسيه ماسك القهوه يشرب. اللي يلعب يلعب حلو، اللي يلعب وحش يلعب وحش. بعد ما يخلص يفتح جيبي 50,000 جنيه عشان يلعب في الاهلي. ده اللي وصلنا لكده. بص المغرب فيها مين، بص المغرب فيها كميه محترفين عامله ازاي. بص الواد اللي اسمه بلال خنوس ده بيلعب ازاي، ولا اشرف حكيمي ولا زلزولي ولا كلهم. ايه ده؟ كميه فساد من اول واحد ماسك منصب في الناشئين، اصغر واحد خالص لاكبر واحد ماسك منصب.
كمية قرف ما شفتش، كمية فساد في منظومة الناشئين في مصر زي الخرا. ده المنتخب اللي المفروض الجيل القادم، ده المنتخب اللي المفروض المستقبل القادم. يعني تخيل ان اصلا الجيل اللي قبل ده رمضان صبحي ومصطفى محمد احسن من ده. احنا بنتقدم، المفروض انت بتطلع لفوق، لا انت بتنزل لتحت. حرقتوا دم الواحد وقرفتوه وطلعتوا منظره وحش. شوية مروءة يا جدع، شوية قرف. العبوا ده بتوع عليك ولا لعيبه بنت كلب. مفيش لعب. انت متخيل مثلا انت بتستلم الكوره، انت كل اللي في دماغك حاجه بديهيه، انا هرفع الكوره. لا طب وليه ما اخدش الكوره اقعد اعدي واعمل الباص واجري زي لعيبه المغرب؟ الوقت دخل ما بين 5 لاعبين منتخب مصر حطها ارض في البعيده جون. الحوار سهل، الحوار سهل. دي ناس عايز تنجح. نفترض ان كلهم من اوروبا، احنا ليه ما نعملش كده؟ كام لاعب مصري في اوروبا مش عارفين نجيبه؟ كام لاعب مصري في اوروبا مش عارفين نجيبه؟ امشوا بقى قرفتونا. انتوا عارفين نتكلم عن مين؟ كل واحد ماسك منصب مش قده، انتوا مقرفين. شفت اللي احنا وصلنا له عاملين ازاي؟ شفت احنا وصلنا لايه؟ شويه فشله. عايز حد يفهمني محمد طارق ده ايه علاقته بكره القدم وبيلعب كره ازاي؟ وتدرج في مراحل ناشئين الزمالك، دلوقتي بيلعب في المصري في الدوري الممتاز وبيقبض ملايين على اساس ايه؟ اللاعب زي ده راح دكه في الاولمبياد ونزل في ماتش زي ده يتسبب لك في كارثه، يجي يتنك على لعيبه الدوري المصري ويقول لك انا لعبت اولمبياد. هدف سفيان رحيمي اتسرق فيه سرقه بالمعنى الحرفي. مفيش تمركز مدافع في العالم كله في كره زي دي يقف كده. يا جماعه ما هي الكوره برده يعني مش بالعافيه، هي امكانيات. تخيل منتخب المغرب لعب 6 مباريات في اولمبياد باريس، سفيان رحيمي مسجل فيهم 7 اهداف، في ظل ان انت المهاجم بتاعك اللي هو اسامه فيصل لاعب نفس ال6 مباريات ما سجلش ولا هدف، غير هدف عبد الصمد الزلزولي اللي عمل اسيست كمان في هدف سفيان رحيمي. لكن الهدف ده حرفيا كروت وسرق اللعيبه في اقل من يارده، جت تحت رجله قرر التصويب على طول وهدف كوبي من هدفه ضد العراق. السذاجه اللي احنا فيها دي وايه العشوائيه المفرطه دي؟ تقول لي اصابه زيزو فرقت معانا، هقول لك ما عنديش اي مشكله، لكن انت نازل الماتش اصلا خايف وجبان زياده عن اللزوم. ده انت في اول 30 ثانيه في فرصه ضايعه من المغرب كان ممكن تبقى هدف، بعدها انت رحت وهددت مرمى المغرب وكان في فرصه قريبه جدا من انك تسجل وخلاص بقى خش في اجواء المباراه. لكن هرجع للبدايه خالص واقول لك ان الكوره فرق امكانيات وان احنا شغالين بالعشوائيه والفهلوه. بصراحه يعني برضو ابراهيم عادل مش هيحارب لوحده. السلام عليكم الاخوان، رجعت لكم عاوتاني من جديد. هارد لاك للمنتخب المصري، هارد لاك، تبارك الله عليكم، درتو ماتش زوين. ولكن تبارك الله على الدراري ديالنا، حنا كما عارفين كاملين راح التورا واخا هكاك ما فرحانيش، ثالثين وما فرحانيش، بغيناش نفرحوا، بغينا شي حاجه اكثر. المهم المره الجايه ان شاء الله نتلاقاو عاوتاني في النهائي، ما كرهناش كون تلاقينا في النهائي. يلا اخوان، نتمنى يكون فيديوهاتنا من الاعجاب ديالكم، ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتير، ويلا تهلاو.